والله يعني الحاجه اللي اسعدتني برضه لما سمعت الخبر ان الخبر وبقى 40,000 متفرج يعني مم. مشاهدين. لكن انا متاكد ان الملايين مصر كلها هتكون ورا فرقتنا باذن الله. مم. وعندنا امل كبير جدا في اولادنا، وعندنا امل كبير جدا في جهازنا اللي موجود. مم. عندنا امل كبير جدا في ان بظروف مصر اللي بتمر بيها البلد خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دولت، مع ذلك مصر بتوصل لمباراه نهائيه نوصل بيها كاس عالم. مم. فنتمنى يا رب باذن الله. مع ظروف مصر برضه يمكن النادي الاهلي الحمد لله السنه اللي فاتت بياخد بطل افريقيا. مع مم. ظروف مصر الاهلي والزمالك بيشاركوا في بطوله افريقيا. مم. وممكن الاهلي يكمل النهايه لو ربنا اراد. مم. فدي كلها حاجات بنحسها قوي. وده مم. هنا بقى دور الرياضه. مثلا كمان النهارده انت جبت لي حاجه مهمه. النهارده مصر النهارده علمها بيترفع ان شاء الله باذن الله في البرازيل يا رب. كاس مم. عالم. ان شاء الله. مصر قبل كده بتترفع علمها في الاولمبياد. هو ده مم. دور الرياضه. مم. ده يا جماعه دور الرياضه. لازم كلنا نكون الحقيقه. عايز ارجع بقى لمنتخب مصر وفرقتنا باذن الله. عندنا فرقه جدا فلانه، ومش عايز حد يقول لك غانا فرقه جامده. الكوره مش بس كده. الكوره فيها اللي هيعرق مم. واللي هيتعب واللي هيركز واللي هيكون عنده اصرار. هو ده مم. اللي هيكسب. يعني اللي الناس ربنا كابتن كانت هيوفقه. الناس كانت متخوفه من مصر تلعب الجزائر او تونس. لو رحنا للمغانه، يعني شايف ده احسن ولا مش فارقه؟ عاده احنا الحاجه نفسيه. الناس مم. تقول لك ان احنا بنلعب مع السمر احسن. اه. ده عاده يعني. مم. لكن فرقه غانا فرقه جامده. مم. لازم نحترمها جدا. مم. وكل الفرق اللي وصلت مم. العشرة اللي وصلوا احسن 10 فرق في افريقيا. مم. مين يقابل مين بقى؟ ممكن يعني تلاقي حاجات غير متوقعه بتحصل. مم. لكن انا مش عايز نقابل غانا، نقابل جزائر، نقابل تونس، نقابل اي فرقه. كلنا بنحترم كل الفرق. مم. ومن احترامنا للفرق دي احنا ربنا باذن الله وتركيزنا وادائنا وناخد ال 90 دقيقه يعني 180 دقيقه ناخدهم بروح وبقلب مم. بتركيز. ربنا ان شاء الله يوفق باذن الله.